السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تدوسوا سبسكرايب ولايك. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الكبد والقوانص بطريقة تعجبكم جدا جدا. لو عملتها بالطريقة دي بجد مش هتبطلي تعمليها بيها. معايا هنا المقادير. اول حاجة ده الدهن بتاع الكبد والقوانص، انا بستخدمه مش برميه لان في ناس بترميه. ومعايا دي قوانص مقطعاها كده قطع صغيرة، ومعايا الكبدة مقطعاها قطع كبيرة شوية، وده بشر جنزبيل وليمونة وملح ودبس رمان وبهارات وبصل وفلفل. اول حاجة كده اسمي الله، انا حاطة الصينية على النار تسخن، هنزل بقى بالدهن ده. إيه، محدش يقولي ازاي طعمها هيبقى يعني مش حلو وفيها زفارة، لا انا بغسلها كويس جدا بليمون وملح وخل ودقيق. والدهن ده انا بسيحه وباخد اللي فيه وبعد كده برميه. خليكم معايا على ما الدهن اللي انا حطيته ده يسيح. كده بقى خلاص. ساح الدهن اللي انا حطيته خالص. هجمعه كده في جنب وبعدين بقى اشيله في بولة كده وخلاص، يعني انا هرميه، ما عادش له استخدام تاني خلاص. بس اللي نازل منه ده بيبقى طعمه حلو جدا. زي ما قلت لكم، لو انتي بتقرفي او كده يعني ما تخافيش، الحاجه مغسوله كويس جدا. بس بجد الطريقه دي بتفرق عن انك تحطي زيت او سمنه. هحط بقى كده القوانص، انا مقطعاها قطع صغيره. هقلبها بقى كده كويس واسيبها على نار عاليه تتحمر وتاخد كده لون حلو، وهرجع لكم تاني، خليكم معايا. طيب تمام كده، القوانص اتحمرت كويس جدا. سبتها حوالي 7 دقايق او 8 دقايق. هي نزلت المية اللي فيها وشربتها. ده اللي هو الدهن، دي مش مية. اول حاجة بقى احطها دلوقتي على القوانص البصل. عايزة اقول لكم ان الكبد والقوانص لازم نكون غاسلينها كويس جدا جدا. معلش انا بنبه كتير على التركة دي، لان حتة الغسيل دي بتفرق قوي في طريقة عمل الكبد والقوانص السليمة. هقلبها كده واغطيها، هسيبها حوالي 3 او 4 دقايق. خليكم معايا وارجع لكم تاني. خلاص كده اهوت، انا غطيتها بالشكل ده بقى. سبتها حوالي 3 دقايق يا دوب، بس البصل دبل كده. انا لسه محطتش ولا ملح ولا بهار ولا اي حاجة. دلوقتي بقى احط الكبدة. وهقول لكم بقى على التركة اللي بتضيع بجد طعم الزفارة وريحة الزفارة من الكبد والقوانص. انا واحدة من الناس ما كنتش بحبها بسبب ان انا احيانا كده لما باكلها عند اي حد ما كانش يعجبني طعمها. لكن يعني قطعة الجنزبيل المبشورة دي في نص الصينية كده، ومش هقلب ولا حاجة، انا هغطي وهي كده. الحركة دي بتضيع منها الزفارة جدا. هغطيها كده وشوية وهرجع لكم تاني. خلاص كده اهيت بالشكل ده بقى، عمالة تغلي وتشرب من طعم الجنزبيل المبشور اللي انا حطيته في نص الصينية. خلي ريحتها انا لسه ما حطيتش ولا بهار ولا هي اصلا لسه استوت، بس الريحة اللي طالعة منها جميلة جدا. انا طبعا يعني مش عايزة اقلب علشان ما اهريش الكبدة لان هي لسه نية طبعا. انا بقى دلوقتي هحط الملح، واحط بقى البهارات بتاعتي اللي هي الكزبرة والفلفل الاسود. هقلبها بقى كويس كده البهارات اللي انا حطيتها دي. طبعا مش هحط دلوقتي الفلفل الاخضر عشان ما يتبلش، انا مش عايزاه يتبل. هقلبها بقى كده كويس وهغطي. تمام كده خلاص، انا غطيتها وسبتها حوالي 5 دقايق بالبهارات اللي انا حطيتها والجنزبيل. دلوقتي بقى احط شوية بهار فراخ، واحط الفلفل الاخضر. الفلفل الاخضر ده اخر حاجة بحطها.
واحط كده شوية دبس رمان. دبس الرمان كده بيزهق، بينزل بصعوبة. دبس الرمان بيديلها طعم مزازة حلوة جدا. انا بحاول بس اخد البهارات اللي كانت فاضلة دي. هقلبها بقى كويس وهسيبها على نار هادية لمدة تلت ساعة، وهي ان شاء الله هتكون استوت. لو عايزاها جوسي غطيها بالغطا زي ما انا هغطيها دلوقتي. لو مش عايزاها جوسي خلاص ما تغطيهاش وهي تنشف على طول منك. طبعا زي ما انا قلت لكم ان انا ما يعني غطيتها علشان انا عايزاها جوسي شويه، مش عايزاها تكون ناشفه. ده الصوص اللي فيها. بجد ريحتها كانت حلوه جدا وطعمها حلو. الناس اللي ما بتحبش الكبد والقوانص لو جربتوها بالطريقه دي هتعجبكم وهتحبوها بجد. انا هعصر بقى الليمونه كده. انا دلوقتي هطفي عليها اساسا، يعني هي خلاص استوت. احط بقى الليمون علشان الليمونه دي تقضي بقى على اي بجد ريحه مش عاجباكم او اي طعم مش هتستلذوه في الاكل. هي كده خلصت. هقابلكم بقى في التقديم، خليكم معايا. خلصت بالشكل ده. عايزه اقول لكم بقى الدبس الرمان كده انا حطيته جارنش في الاخر مع ليمونه. دبس الرمان مع ليمون مديه طعم تحفه. جربوها بالطريقه دي ان شاء الله تعجبكم جدا. واشوفكم في فيديو جديد. استودعكم الله. سلام عليكم.